الماسة عمرها آلاف السنين. الماسة دي تسببت في حروب وموت وعياط للصبح، خلصت على كل الرجاله اللي مسكوها. تخيل حته دايموندايه توقف العالم كله على راسه، واحده من اشهر واغلى الالماسات في تاريخ البشريه، اكتر حاجه اثارت الجدل في العالم، دي اكتر من ام خالد كمان. الماسة كوه النور اللي هي معناها جبل النور، بس بصراحه قصتها فيها ضلمه اكتر من النور بكتير. كوه النور مشهوره بلونها الابيض النقي ولمعتها اللي تشد العين، لكن اللي شد الجيوش مش جمالها لكن قوتها الرمزيه وقيمتها واسمها. الالماسه دي اكتشفوها في الهند من قرون طويله، وبيقال ان عمرها اكتر من 5000 سنه في منطقه اسمها جولكوندا اللي كانت مشهوره زمان بتجاره الاحجار الكريمه، وكانت الهند ساعتها المصدر الوحيد للالماس في العالم، واستمرت نمبر 1 في الالماس لحد 1725. المهم ان الالماسه دي اتنقلت من ايد ملوك لملوك تانيين، راحت للمغول وعدت على ملوك الفرس وبعدهم على الافغان، وبعدها وصلت للمهراجا رنجيت سينج حاكم امبراطوريه السيخ في لاهور اللي هي باكستان دلوقتي. كل حاكم بيورثها للي بعد، بس مش بالحب، بالحرب وبالدم. كل حاكم كان بيجي بياخدها كغنيمه حرب. الاغرب بقى في القصه دي كلها ان كل راجل امتلك كوه نور كانت نهايته مأساويه. صراحه الرجاله تستاهل كل خير، وعشان كده ظهرت اسطوره كوه نور ملعونه على الرجال. من ساعه ما راحت انجلترا مفيش ولا ملك من ملوك بريطانيا لبسها، بس دايما كانت بتلبسها الملك. 1849 بعد ما الاحتلال البريطاني سيطر على الهند دخلوا لاهور وسيطروا على مملكه المهراجا اللي كان ساعتها ماسكها ملك كان عنده 10 سنين بس، اللي هو دليب سينج. الطفل ده اتجبر انه يتنازل عن التاج ويتنازل كمان عن كوه نور. اتسرقت، بريطانيا قالت لا دي جات لنا هديه، هو في هديه من طفل برضه. ومن هناك اتشالت الالماسه واتنقلت لبريطانيا، وتقدمت ساعتها للملكه فيكتوريا كنوع من الانتصار الامبراطوري. الماسه راحت لندن واتعرضت على الملكه فيكتوريا، لبستها الاول كبروش، بس بعدها الامير البرت جوز الملكه فيكتوريا امر باعاده تقطيعها وتلميعها، والخطوه دي خلت حجمها يقل للنص تقريبا، ولكن على العكس سطوعها ولمعانها زاد قوي. ومن وقتها دخل التاج بريطانيا الرسمي وبقت رمز للهيمنه الامبراطوريه. ده مش بس حجر، لا ده اعلان ان احنا فوق الكل، وبقت معروضه في برج لندن تحت حراسه مشدده. ولحد النهارده الهند وافغانستان وباكستان واي حاجه اخرها تان كلهم بيطالبوا برجوع كوه نور. كل دوله منهم شايفه انها احق بالالماسه. ريتشارد كورين باحث ومؤلف كتاب ماسه الامل بعنوان التاريخ الاسطوري لجوهره ملعونه، وقال فيه ان من اكبر اسباب لعنه الماسه هو طمع الدول في الحصول عليها.